موجود مرض في الواقع كما تفهمون، في فيروسات جراثيم معدية أشد من فتك الكوليرا والأمراض اللي تسمعوا عنها، أشد من مرض انفلونزا الطيور وغيرها من الأمراض اللي نسمع الآن عنها أنها خطيرة. في موجود وباء داخلي في الأمة يحاول أن يميت مفهوم النصرة لهذه الذات المحمدية، وينشئ جيل بارد، ينشئ جيل ما عنده غيره، ينشئ جيل لا يستطيع أن يغار على زوجة ولا على أخت ولا على بنت ولا على صلاة ولا على أمر بمعروف ولا عن نهي عن منكر. وبالطبع هذا الذي أخبر عنه سيد الملة أنه يحصل في الأمة، وأن العقلاء الذي يريدوا أن ينصروا هذا النبي محمد حقيقة عليهم أن يتحملوا هذه المسؤولية، يتحملوا مسؤولية إعادة ترتيب وعي الأجيال.